أنا عندي 42 سنة وعايشة لوحدي. تقدروا تقولوا كده إن أنا عايشة لمزاجي وبس، يعني ببسط نفسي وبريح نفسي، عايشة لراحتي أنا وبس. أنا عندي أخت أنا أكبر منها، وأنا كنت عايشة في القاهرة ولحد دلوقتي لسه عايشة في القاهرة، لكن أختي عايشة في محافظة. يعني أختي دي قاعدة لوحدها في محافظة تانية وعندها ولد، يعني وابنها ده كان لسه داخل الكلية من قريب، والكلية بتاعته دي موجودة في القاهرة، فطبيعي ان هو هيجي القاهرة وهيحتاج يعني لسكن وكده. وانا بصراحة بحب ابنها جدا، يعني هو ولد كويس ومعاملته حلوة. فقلت لها طب وليه تخليه مثلا يأجر او يعيش في مكان برا ويدفع ايجار غالي وكده، خليه ييجي ويقعد عندي. قالت لي بس انتي بتحبي تعيشي لوحدك وبتحبي الحرية وكده، ويعني مش هتحبي يكون معاكي حد في البيت. قلت لها لا ما تقوليش كده، عيب عليكي، هاتي ابنك بس وملكيش دعوة، انتي عارفة ان انا ما عنديش اطفال، فخليه يجي يقعد معايا. وفعلا قالت لي خلاص ماشي وجه يقعد معايا، لكن انا ما كنتش هعمل حساب ايه اللي حصل وهو يعمل معايا اللي بيحصل دلوقتي. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي صفاء، عندي 42 سنة وعايشة لوحدي. وزي ما قلتلكم من شوية إن ابن أختي دلوقتي جاي علشان يقعد معايا الفترة بتاعة الدراسة بتاعته. المهم لما جالي الولد ده ما كنتش شفته بقالي كتير قوي، هو أول ما جه استغربت، لقيته كده طول بعرض وشكله بيهتم بنفسه وبيتمرن على طول، يعني لقيته شاب وشاب قوي، يعني انتوا أكيد فاهمين قصدي. قلتله اتفضل، وهو أول ما شافني استغربت إن هو راح حضني. طبعا أنا حضنته، لكن يعني معرفش حسيت بحاجة غريبة. المهم قلتله اتفضل وعملتله عصير ودخلنا وقعدت أسأله شوية أسئلة زي عامل ايه وأخبارك تمام ولا لأ، وبدأنا ندردش لغاية يعني لما حضرله الأكل وعملتله الأكل. وبعد كده لقيته دخل الأوضة علشان يريح شوية، وأنا بعدها شوية كده دخلت علشان أنام. يعني أنا متعودة إن أنا لبسي خفيف، بتعود يعني على كده علشان يعني عايشة لوحدي، فلبست زي عباية كده خفيفة ودخلت نمت على طول. المهم هو فضل قاعد يعني في الصالة شوية، وأنا فجأة صحيت من النوم كده على الساعة 2، كنت أنا نايمة وصحيت فدخلت الحمام، لقيته برضه لسه قاعد قدام التلفزيون، وهو شافني وأنا داخلة. قلتله ايه ده، هو انت ما نمتش ليه؟ قال لي لا ما تشغليش بالك انا بحب اسهر. قلتله خلاص ماشي. ولما طلعت من الحمام لقيت ان هو كان باصص عليا، كان مركز معايا جدا، يعني ما اعرفش، انا قلت يمكن مش غرضه حاجة او كده يعني، بس انا كبرت دماغي ورحت راجعة تاني الأوضة وكملت نوم. وصحيت تاني يوم ولقيته بيلبس ونازل، وانا كمان لبست لبسي وكنت عايزة اخرج، فبقول له ايه انت رايح فين بدري كده؟ قال لي انا رايح على الجامعة بتاعتي علشان في شوية اوراق محتاج ان انا اخلصهم بدري، وعايزة اخلصهم بدري علشان احنا لسه في بداية الدراسة وكده. المهم قلت له طب استنى، انت فطرت ولا لا؟ قال لي لا والله ما فطرتش. قلت له لا طب تعالى ان انا افطرك يعني قبل ما تطلع. ورحت اخدته من ايده ودخلته على المطبخ، وانا وقفت وكنت بحضر له يعني شوية اكل، بطاطس على جبنة على شوية يعني حاجات زي كده على مربى. المهم لقيته طول ما احنا واقفين الولد يعني ما نزلش عينه من عليا، يعني انتوا اكيد فاهمين كان مركز مع ايه. انا كنت طبعا واقفة وعملت نفسي ان انا مش واخدة بالي يعني ان هو مركز مع حاجات زي دي، بس انا يعني اتصرفت طبيعي ومش علقت معاه. والمهم يعني جهزت له الفطار وقعدنا نفطر وخلصنا اكل، وبعد كده دخلت على المطبخ وقلت له هعمل لك كوبايه شاي، ودخلت على المطبخ لقيته هو كمان جاي ورايا وهو بيهدي كده من ورا. وفجأة وانا كده طالعة مش كنت واخدة بالي يعني ان هو واقف ورايا، وزي ما تقولي كده خبطت فيه خبطة خفيفة وهو طالع. الغريب بقى ان انا وانا بتلفت خبط برضو نفس الخبطة بس خبطة خفيفة، وعمل نفس الكلام يعني نفس الخبطة. انا اقول لكم ان انا عايشة لوحدي وطبعا ماليش تجارب، يعني كل اللي بعمله مع نفسي، فكون ان ده يحصل معايا دي حاجة حسستني بحاجة غريبة. المهم طلعنا وقعدنا شوية وهو اخد بعضه ونزل، وهو نازل طبعا وانا اخدت بعضي وقلت اما ادخل اخد دش.
دخلت كده على الحمام، ولما دخلت الحمام لقيت حاجة غريبة جدا في الحمام. لقيت كده يعني زي حاجة بيضة، حاجة كده لزجة شوية. المهم يعني هي اللي في دماغي يعني حاجة بتاعته. فقلت يعني ده سن شباب بقى، او يعني ده طبيعي انه يكون بيعمل كده يعني. بس طبعا الكمية يعني مش زي اللي بنشوفها بالافلام، لا ده يمكن اكتر. المهم بقى كبرت دماغي وقلت انا هطلع اقعد شوية في الصالة واتفرج على التلفزيون شوية، وبعد كده بقى اشوف هعمل ايه. المهم طلعت وفضلت قاعدة لغاية الساعة كده ما جت 1 او كانت 2 تقريبا. فلقيت الباب بيخبط، قمت فتحت الباب. اول ما شافني طبعا برضه راح حاضني. انا مش متعودة على كده، مش متعودة ان حد يحضني كتير وكده يعني. بعدين بعتبر ان ده حاجة غريبة يعني، لان ده حضن راجل فلازم يكون بحساب يعني وكده. فانا يعني حضني، وانا طبعا نفس الاحساس بتاع امبارح. قلت ايه الدنيا، ايه الاخبار، عامل ايه، ازيك. وقعدنا نتكلم شوية. قالي لا اليوم كان حلو قوي. هو كان قاعد جنبي يعني، وكان فاضل يحكي لي يعني ايه اللي حصل له. بيقول لي كان يوم جميل وتعرف على ناس هناك في الجامعة وكده. انا كنت مركزة معاه يعني، وهو كان مركز معايا. فقلت له خلاص انا هقوم احضر لك حاجة تاكلها علشان انت اكيد راجع من المشوار وتعبان. فلقيته يعني راح حاطط ايده على رجلي وقال لي لا 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 خليكي قاعدة، أنا هقوم أنا اللي أحضر الأكل بنفسي. وشوية كده ونرجع نتكلم مع بعض تاني. قلت له لا لا ما ينفعش، انت جاي تعبان من بره. لقيته برضه راح حاطط ايده بزيادة على رجلي يعني. وراح هو اللي قام وخش وعمل الأكل بنفسه. طبعا انا ساعتها دخلت الاوضه، وفضل هو قاعد بره في الصاله. لكن انا من جوايا يعني بقيت يعني من اللمسات الكتيره دي مستغرباها، ومش عايزه الولد برضو ياخد عليا يعني. كنت عاوزاه يبطل يعمل كده يعني، بعيدا يعني ان انا تعبانه ومحتاجه الحاجات زي دي. بس قمت يعني خدت بعضي ورحت ولبست حاجه يعني اتقل شويه، عشان الولد برضو ما يبقاش في حاجه من الحركات دي او حاجه من ناحيتي اي حاجه عموما يعني. كنت بحاول اخلي يبقى في كده احترام بينا. فأنا رحت ودخلت على أوضتي وبدأت يعني أغير. بس للأسف أنا وأنا داخلة أوضتي علشان أغير هدومي نسيت إن أنا أقفل الباب ورايا يعني. وربت الباب كده شوية لكن نسيت إن أنا أقفله. فهو كان تقريبا قاعد في الصالة كده، وقام كان عايزني في حاجة، فقام يدور عليا في الشقة وأنا كنت بغير هدومي. فهو شافني يعني شافني كده كلي. المهم يعني هو فضل باصصلي كده ومبرق، وأنا كنت واقفة طبعا. رحت لفيت كده ولقيته واقف عند الباب. طبعا هو كان واقف متسمر من المنظر واحنا قدام بعض. وانا زي ما قلت لكم في الاول خالص انا شكلي حلو وعندي 40 يعني لكن ما يبانش عليا خالص طبعا. المهم يعني ما اتكلمناش، فضلنا كده واقفين في صدمة. هو طبعا يعني من المنظر في حاجة اتحركت عنده يعني، ولقيته اتكسف كده ووشه يعني لقيته احمر كده فجأة وخد بعضه ومشي. ويعني بصراحة ما نتكلمناش من بعض من ساعة اللي حصل. وعدى يوم فمش عارفة يعني أعمل ايه دلوقتي. أنا حاسة إن أنا متلخبطة ومحطوطة في موقف وحش. معرفش الولد ده يعني بيفكر في ايه دلوقتي. مش عارفة بصراحة. أتمنى يعني تعرفوني كان المفروض أعمل ايه. وأنا مش عارفة يعني أعمل ايه في الموقف اللي مش لطيف اللي أنا اتحطيت فيه ده. فياريت تساعدوني وتقولولي أعمل ايه وأتصرف ازاي.